السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين نعمل مع بعض صينيه سمك في الفرن حلوه قوي زي بتاعه المطعم بالظبط، ومكوناتها سهله وبسيطه والطريقه سهله وبسيطه. خليكي معايا وشوفي الفيديو. اول حاجه بنكون جايبين كده كيلو من السمك، غسلينه كويس جدا ومنضفينه كويس جدا من بره ومن جوه. طبعا بتغسلي السمك بالملح والليمون عشان ريحه الزفاره. بعد كده التتبيلة بقى بتاعة السمك بتبقى مكونة من قرن فلفل حامي وقرن فلفل اخضر وتوم وكزبرة ناشفة وكمون وملح وشوية جنزبيل. كل ده هننزل فيه في الكبة علشان ننعمه خالص عشان نتبل بيه السمك. اول حاجة بنحطها طبعا التوابل والثوم، وبعد كده الفلفل الاخضر، وبعد كده شوية من البقدونس او الكزبرة الخضراء. دول بيبقوا طعمهم حلو قوي في التتبيلة. جربيها كده، حطيها مع تتبيلة السمك، هتلاقي طعمها حلو قوي وريحتها كمان بتبقى حلوة قوي. وهنا طبعا بنحط قرن الفلفل الحامي، طبعا ده اختياري، لو انتي مش حباه خلاص ما بتحطيهوش عادي. زي ما بنقطعه كده زي ما انتي شايفة. واخر حاجة بقى بنحطها اللي هي نص ليمونة، بس هي عشان انا حطيت نص ليمونة بس عشان كانت الليمونة كبيرة، فانا مرضتش احط الليمونة كلها عشان ما يبقاش طعم الليمون مغطي على طعم التتبيله. خلاص كده احنا بنحط كل المكونات دي وبنبدأ نفرمهم بعد كده لحد ما بينعموا خالص زي ما انت شايفة كده. وبننزل بقى عليهم بالسمك، بنتبل بيهم السمك. طبعا بتتبلي بقى السمك من جوه ومن بره كده، وممكن تعملي ليه فتحات، بس عشان السمك اللي انا كنت جايباه ده ما كانش كبير قوي فانا ما عملتش فتحات يعني. لكن لو انتي بقى بتعملي السمك كبير ممكن تعملي فتحات من بره وبتحطي في الفتحات دي كمان التتبيله دي حلوه قوي وريحتها كانت حلوه قوي. طبعا انا بعد كده بقى عشان الفيديو بس ما يطولش معايا، فانا بعد كده تبلتهم وبوريهم لك في الاخر اهو. وطبعا حطيتهم نص ساعه في التلاجة لحد ما التتبيله طبعا شربت، السمك شرب من التتبيله. هنا بقى بجهز الدقيق اللي انا هبدر فيه السمك. بحط طبعا معلقتين صغيرين من النشا على الدقيق عشان يديني القرمشة بتاعة السمك ده. وبحط نص معلقة من الملح، وبحط شوية بهارات سمك، وبحط كمان معلقة من الكركم. وطبعا بقلب كل ده في الدقيق مع بعضه، وبعد كده بقوم مبدرة بيه السمك. عايزة اقولك برضو انتي ممكن دي لغاية هنا وكده ممكن تقلي سمك لوحده، مش محتاج حاجة يعني، مش شرط يتعمل في صينية، لا ممكن لحد هنا. ودي طريقة قلي السمك حلوة جدا زي ما انت شايفة كده. انا بدرته كله. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ما تنسوناش بقى في الاشتراكات واللايكات بتاعتكم عشان انا قناتي لسه جديدة ومحتاجة الدعم بتاعكم. طبعا فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة بتاعتي. هنا بقى انا كنت خلاص نزلت عليه في الطاسة وبقليه بقى، وكنت هنا بقلبه على اليمة التانية. شوفوا شكله عامل ازاي، لونه حلو قوي وشكله حلو قوي، كان مقرمش خالص يعني. لو انتي هتعملي لحد هنا حلوة جدا كده. خلاص بقى هو كان انقلى خلاص. شوفي شكله عامل ازاي حلو قوي. آه خلاص بقى انا كده بقلي بقى بقية الكمية كلها وفي الاخر بوريها لكم. هنا بقى علشان اعمل صينية السمك بقى لازم طبعا بجيب كمية بصل حلوة كده، يعني بصلتين كبار او 3 بصلات كبار، وبقطعهم قطع صغيرة، مش بفرمهم لا، ولا بخليها كبيرة، بخليها اللي هي الوسط دي زي ما انت شايفة كده. عايزة اقولك ان صينية السمك دي حلوة جدا، وطبعا بتروحي تاكليها في المطعم بتبقى بمبلغ وقدره، لا ممكن انت تعمليها في البيت وبأقل التفاصيل يعني وأقل التكلفة. هنا طبعا كان معايا كام طماطمايه كده. ممكن تستبدلي الطماطم بصلصة، لو عندك صلصة ممكن تحطي بقى مكانها معلقتين من الصلصة مع شوية من المية، مع كوباية مية، وتستخدميها زي عصير الطماطم بالظبط.
هنا طبعا انا كنت جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت، ونزلت بقى بيها بالبصل اللي انا مقطعاه كله، وهاخده بقى تشويحة كده. ده الحجم اللي انا بقولك عليه، اللي هو ولا الكبير ولا الصغير. وهنا بقى هنزل عليها بمعلقة من الثوم، وطبعا هنا كانت في معلقة صغيرة من التتبيلة بتاعت السمك، كانت باقية من تتبيلة السمك فانا حطيتها معاها. عايز اقولك كانت مخلية طعم البصل وريحته حلو جدا. بصي انا هنا بقرب لك الكاميرا علشان اوريكي. هنا لما البصلة تتدبل كده، تنزلي بقى عليها بالبهارات بتاعتك اللي هي كمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح وبهارات سمك، وبتقلبي كله مع بعضه كده اهو. برضو انا بوريكي، برضو بقرب لك الكاميرا علشان تشوفي. شوفي، اهم حاجة البصلة ما تحمرش منك او تصفري كمان، هي كده متدبلة بس. هنا بقى بتنزلي بعصير الطماطم، طبعا لازم تصفيه عشان طبعا التفل اللي بيبقى بتاع الطماطم ده ما يبقاش باين في الاكل. انا عموما بحب اصفي الطماطم لاي اكل، فزي ما انت شايفة كده انا بصفيها كلها، وبسيبها بقى على النار شوية كده لحد ما تتخدع شوية، التسبيكة دي تتخدع شوية، وبعد كده هستخدمها. هنا بقى انا كنت خلاص كده جبت البايركس بتاعتي، وده السمك طبعا بعد ما قليته. عايزة اقولك ممكن تاكليه لوحده كده، بس انا طبعا النهاردة عاملة لهم صينية سمك، فهبدأ بقى ارز السمك في الصينية بتاعتي كده. زي ما انتوا شايفين. يا رب القناة بتاعتي تعجبكم، والوصفات اللي انا بقدمها لكم تعجبكم، وتكون خفيفة وبسيطة وسهلة. هنا بقى انا كنت خلاص كده، كانت التخديعة بتاعت الطماطم اتخدعت خلاص واتسبكت، وكده هنزل عليها بقى بالصينية عشان هدخلها الفرن. بصي حاجة سهلة خالص ومخدتش معاكي وقت خالص خالص بجد، وحاجة بقى طعمها جميل ونضيفة، ويعني حاجة هتعجبك يعني، ومخدتش معاكي وقت اطلاقا. بصي بقى ده شكلها قبل ما تخش الفرن بقى كده خلاص. انا بقى هدخلها الفرن دلوقتي. هنا بقى انا كنت خلاص كده طلعتها من الفرن. شوفوا شكلها بقى وريحتها كانت جايبة اخر المكان، حلوة جدا. هنا بقى كان عندي شوية بقدونس كده وشوية كزبرة، فرشتهم عليها كده. جربوا الوصفة دي يا بنات، هتعجبكم جدا. ونوع من انواع التغيير بقى، بدل السمك المقلي او المشوي اعمليها صينية المرة دي، هتعجبك جدا. وبجد الطريقة سهلة خالص ومش هتاخد معاكي وقت خالص خالص. ممكن بقى تقدميها مع رز ابيض، انا كنت هنا مقدماها مع رز ابيض، كنت عاملة جنبيها رز ابيض. عايزة اقولك كان طعمها